حلقتنا النهاردة هنتكلم على أخطر مجرم في العالم. المجرم اللي انت شايفه ده اسمه أبو لولو، دي شهرته. ده تبع التدخل السريع طبعا اللي مدمر الدنيا في السودان وتحديدا في مدينة الفاشر. هنتكلم في حلقتنا على اللي بيحصل في مدينة الفاشر في السودان، وكل أهالينا السودان اللي اتشردوا واللي اتقتلوا واللي اغتصبوهم واللي رموهم بالرصاص واللي أعدموهم. مجزرة كبيرة بتحصل في مدينة الفاشر في السودان، من أكبر المدن في السودان اللي ماسكة الغرب والشرق. وطبعا كلنا عارفين حميدتي المجرم رئيس العصابة، طبعا القائد طبعا للتدخل السريع. اللي انت شايفه في الصورة ده هحكي لك حكايته، هتستغرب وهتصدم من حكايته الفظيعة جدا. اللي انت شايفه في الصورة ده اسمه بيسموه أبو لولو. أبو لولو لما دخل مدينة الفاشر في 48 ساعة قتل أكتر من 2000 واحد وواحدة وأطفال وشيوخ، ولدرجة إنه كان بيخش مستشفى الأطفال ويقتل الأطفال قدام أمهاتهم، وكان بيضحك ويحتفل، وكان يقولك أنا لما بشوف الدم بضحك وافتخر. ده غلب كل الناس اللي انت شفتهم مجرمين على مستوى الحروب العالم. غلب طبعا هتلر، كلنا عارفين هتلر مجرم الحرب، والراجل ده غلب كل الإنسانية. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. بيقولوا إن التدخل السريع قبض عليه، بس هي شكلها تمثيلية. هيقبضوا عليه ازاي وهو أصلا شغال معاهم؟ يعني هو أصلا عاداتهم إن هم يقتلوا الناس. دخلوا مدينة الفاشر قتلوا ناس أبرياء، ولا يعرفوا السياسة حتى ولا معاهم سلاح يدافعوا عن نفسيهم. كان كل همهم إن هم يعيشوا حياة آمنة، حياة سالمة. طبعا دخل المجرم اللي انت شايفه ده في خلال 48 ساعة، يومين بالظبط، قتل اكتر من 2000 شخص. يعني حكاية صعبة جدا. مفيش ولا دولة عايزة تطلع تتكلم، مفيش اعلام بيتكلم. طبعا مين اللي بيمول التدخل السريع؟ كلنا عارفين الامارات، طبعا محمد بن زايد. شعب الامارات احنا شعب بنحبه، وشعب يعني فوق دماغي وفوق راسنا. طبعا احنا بنتكلمش على الشعب، احنا بنتكلم على اللي ماسك الشعب بتاعهم محمد بن زايد. بيمول طبعا الجماعات دي، عشان كلنا عارفين يا جماعة ان السودان فيها مناجم ذهب كبيرة جدا، فيها ثورات وخيرات كتيرة جدا. فمحمد بن زايد والكيان بيعاونوا التدخل السريع، وبيمدوهم طبعا بطيارات ميسرة وأسلحة متطورة علشان يحتلوا السودان، وده مش هيحصل. والجيش السوداني قادر ان هو يقف، وقادر ان هو ينتصر على هذا المجرمين. وتحديدا المجرم اللي انتوا شايفينه ده ان شاء الله هتبقى نهايته نهاية آه صعبة جدا، وإن شاء الله زي ما اتعمل في الناس هيتعمل فيه، وحسبي الله ونعم الوكيل فيه. وبإذن الله ربنا إن شاء الله هينصر أهل السودان والجيش السوداني. وكلنا يا جماعة نشار الفيديو ده عشان نقدر إن احنا نوصل بقدر الإمكان ونجيب حق الناس دي. يا ريت أي حد بيتفرج على الفيديو بيوحد الله يعمل مشاركة لهذا الفيديو، يشارك هذا الفيديو، بحيث ان احنا صوتنا يوصل للعالم كله. والقضية السودانية مش ان شاء الله مش هنسيبها لحد ما تتحل. وان شاء الله المجرمين دول بتوع التدخل السريع كلهم يتقضي عليهم بإذن الله. وبإذن الله الجيش السوداني هينتصر بإذن الله. الجيش هينتصر وهيرجع السودان، ترجع بلد السودان أرض آمنة مطمئنة. وما تنسوش يا جماعة تصلوا على النبي في كومنت، وما تنسوش تعملوا شير للفيديو ده، مهم جدا جدا عشان نقدر نجيب حق الشعب السوداني بإذن الله.